هاي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة بقى 3 رمضان، فقلت ان انا بقى اعمل معاكم، احضر معاكم الفطار اللي هعمله النهاردة. فالنهاردة ماما كانت جايبه لنا قطايف سخنة، فقلت بقى ان انا احضر لها الحشو بتاعتها واعملها بسرعة قبل ما ايه تبرد. فكنت جايبة بقى ايه جوز الهند وعليها الزبيب وعليها بقى السوداني. تمام. وحطيت بقى ايه مكسرات من اللي انتوا تحبوها يعني، اي مكسرات بقى عندك. انا حطيت بندق وحطيت لوز، او كان عندي عين جمل كمان حطيته. تمام. بقطعه بقى كده بالسكينة حتتين 3 كده على حسب يعني، عشان ما يبقاش صغير قوي ويبان في القطايف. ماشي. هنا بقى قلبت كده المكونات وحطيت بقى عليهم ايه معلقة قرفة، عشان دي بتديها نكهة رهيبة. ماشي. وايه كده خلصت بقى ايه كده هعمل بقى. كان عندي القالب ده لسه جايباه اول مره اجربه، بس بجد طلع رهيب جدا، عجبني قوي وسهل عليا كتير كمان يعني. فعملت بقى ايه كده، خلصت بقى الكمية كلها كده. وبصراحة ما اتفتحتش خالص في الزيت ولا اي حاجة خالص، بالعكس كانت جميلة جدا. فقلت بقى قبل ما ايه خلصت كده، قلت بقى اجهز الشربات. حطيت بقى ايه نص كيس سكر. تمام. وحطيت عليه كوبايتين ميه كبار عشان انا عايزاه يكون تقيل. وعصرت بقى الليمونه، ما بقلبوش لحد ما ايه يقعد معايا خالص. هنا بقى قلت بقى ان انا احضر ايه سلطات الاول قبل الاكل وكده، عشان كنت هعمل كبسه وفراخ مشويه. فقلت بقى ان انا اعمل جنبيها بابا غنوج وطحينه والكلام ده. فابتديت بقى بالايه ببابا غنوج الاول. فقلت بقى ايه اعمل عصير وانا واقفه كده. ماشي. فرحت بقى عملت ايه صوبيا، عشان كان عندي تمر في التلاجة جاهز يعني، كنت عاملاه وعملت الصوبيا بقى ايه تبقى عصير جنبه كده. تمام. فحطيت بقى ايه لبن وحطيت عليه الصوبيا وحطيت السكر وحطيتهم في الخلاط ضربتهم مع بعض، وطلع تحفه بصراحه، مع ان كنا صايمين بس بجد اتظبط كويس وما طلعش مسكر. هنا بقى كنت بحضر البابا غنوج، حطيت بقدونس وحطيت فلفل حامي وفلفل احمر، وحطيت بقى البتنجان وحطيت 3 فصوص توم، وحطيت خل يعني يجي نص كوبايه خل او ربع كوبايه خل على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، عشان انا عامله بتنجانتين. تمام. وحطيت الطحينه بقى وملح وكمون، بس محطلوش اي حاجه تاني. تمام. اهو حطيت هنا الطحينه، والطحينه بتاعته لما بتكون كتيره شويه بيكون يطلع كريمي وجميل زي ما انتوا شايفين كده. صراحه كان رهيب. قلت بقى احضر سلطه الطحينه هنا، طبعا سهله جدا بتعمل في ثواني. حطيت بقى الطحينه وبحط عليها الميه. ماشي. وافضل بقى اربي بيها بالمضرب كده. تمام. لحد ما ايه قوامها يكون مظبوط، وبحط بقى ملح وكمون وبعصر ليمونه وخلاص على كده. سهله جدا. والشطه بحط معلقه شطه او نص معلقه شطه، دي اختياري لان احنا بنحب الشطه قوي. فكمان هي متبانش يعني، حابه تحطيها او مش حابه، بس هي مش بتبان، فتديلها نكهه حلوه قوي. اهو حطيت الشطه. وبعد كده بقى حطيتها في اطباق التقديم. بحب بقى اخلص من الحاجات دي الاول كده، عشان ايه اكون خلصت من الحاجات دي وبعد كده نخش بقى على المهم. هنا بقى كنت بحمر القطايف، كان العسل اتعقد معايا وسخن. تمام. واروح اطلعها بقى من الطاسه كده على الايه على العسل على طول. خلاص بقى انا سبت ماما كانت بتساعدني يعني، فسبتها تعمل لي ايه كنافه قبل ما انا اعمل الرز. فانا كنت بعمل رز الكبسه بقى. انا بصراحه بحب اعمل الكبسه بالطريقه دي جدا، طريقه جدتي ام مامتي. تمام. بحط اقطع بصلايه، بحط في السنتوم زي المكرونه. ماشي. بنزل بقى بجزرايه وادبلهم مع بعض. تمام زي ما انتم شايفين كده. بجد الطريقه دي تحفه. بحط بقى ايه نص معلقه كركم كده، او كاري يعني اللي تحبيه. وبعد كده بحط بقى ايه الخلطة بتاعة الكبسة، اللي هي التوابل بتاعة الكبسة يعني. ماشي. وبحط بقى دي بابريكا. وبفضل بقى اقلب لحد ما ايه الجزر يدبل معايا مع البصل. تمام. هنا بقى حطيت الايه الليمونة بقى الناشفة والورق ده ورق قرنفل مش ورق لوري. تمام. بس بصراحة نكهته فظيعة في الاكل، احلى من الورق اللوري بكتير. هنا بقى كنت مقطعه فلفل الوان على فلفل اخضر وحامي وكده، حطيته برضو. تمام. واقلب بقى ادبل بقى كل الحاجات دي مع بعض. وكنت بقى عصرة شفشق ايه طماطم كده، وانزل بيه مع كل الحاجات دي. اسيبهم بقى يتسبكوا. تمام. بملح بقى واحط التوابل بتاعتي كلها، وبعد كده بنزل بقى ايه بيها على الرز. طبعا انا كنت سبتها تتسبك هنا يعني، بس مطولتش عليكم في الفيديو. فنزلت بقى بالرز. ماشي. وبقى ايه بسقيه بقى بالايه. هنا بقى كنت بشكل ايه الكنافه اللي قلت لكم عليها اللي عملتها بالقراطيس. تمام. كنت بقى عامله كريم جانتيه،
وبحط بقى جواها وبحط على الوش مكسرات. هي لذيذة يعني، طعمها كان حلو، طعمها كان حلو جدا بصراحة. وكمان حاجة جديدة يعني غيرنا بقى بدل الروتين، عشان انا بصراحة اول مرة اعملها بالطريقة دي، بس عجبتني قوي وسهلة قوي ومخدتش معايا وقت يعني. اهو بحط بقى في المكسرات كده على الوش، برص. بس طبعا لازم تفضل بقى في التلاجة عشان الكريم جانتيه ما يسحش بقى، وانتوا عارفين بقى الكلام ده كله. عشان هنا بقى كنت بوريكم الفراخ المشوية وجمال. ده بقى شكل سفرتنا في الاخر. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ انجزت وخلصت قبل الوقت، لان احنا متعودين ان احنا لازم نخلص قبل، يعني لازم نفرش السفرة دي قبل المغرب حوالي ربع ساعة يعني، عشان بابا وكده. فده بقى الفاينل لوك. اوكي. فعايزة بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وكومنتات كتير حلوة زيكم كده. وده بقى كنت بوريكم العصاير الصوبيا والبلح.